اللحظات السعيدة، لحظات الفخر ولحظات الاعتزاز بالوطن اللي استطاع أن يستضيف هذه البطولة رغم التحديات والصعوبات والتأجيلات، إلا أن الإصرار خلاهم يستضيفون هذه البطولة. فاليوم واسمحوا لي كلكم وباسمكم، باسم متابعين قناة الكاس، باسم محبين الدوري القطري، خلونا نرحب أول حاجة في هذا الطفل اللي أغلبكم إذا شافه بيعرف أن هذا البطل فيصل هو ولد الأسطورة العراقية أحمد راضي، اللي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة فارق الحياة، وندعي له إن شاء الله بالمغفرة، وإن شاء الله أن فيصل يطلع على أبوه كلاعب وكأخلاق وكأدب وكل شيء جميل في الكابتن أحمد راضي إن شاء الله يا رب. وإذا التقيت أو التفت على الجهة اليسرى فعندي ولد الحبيب والخليل والزميل العزيز ومحللنا في كثير من الفترات أيضا الكابتن ناظم شاكر، اللي الله أخذ أمانته أيضا في فترة الكورونا، لكن يقول لك من خلف ما مات. واليوم احنا عندنا ولد الكابتن فهد ولد ناظم شاكر. حقيقة أنا قلت مستحيل، وإحنا قلنا كلنا كأسرة مجلس مستحيل نطلع إلا وإحنا جايبين هالاثنين شكر وعرفان لأبهاتهم اللي ما قصروا معانا وكانوا معانا في فترات طويلة. واليوم أيضا ومن خلالكم نستذكر من رحل عنا وترك بصمات جليلة لوطنه وفي نفوسنا وفي قلوبنا. فيصل. اي نعم. شلونك؟ الحمد لله زين. ايش الاخبار؟ والله كل شيء تمام. طمني عنك، ايش تسوي؟ شلونك مع الدراسة؟ والله الحمد لله كل شيء ضابط. الحمد لله. الحمد لله. زين. وتلعب مثل ابوك؟ بإذن الله عم ان شاء الله. ان شاء الله. كمل مسيرة والد. سمعت انك الحين انت في اكاديمية؟ اي في برشلونة بالاردن. في اكاديمية برشلونة بالاردن. اي. وايش كثر تلعب معاهم؟ ايش كثر صار لك معاهم؟ والله حوالي يعني شهرين بس، الحين قطعت عشان كأس العالم. جيت كاس العالم؟ اي. جيت كاس العالم لكن ما جيتكم والله حقيقة لأن تسمم كان عندي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بس الحين امورك طيبة، كنت بتجينا لكن ما الله كتب لك. اي والله. بس اهم شيء انك جيتنا في المجلس. اي الحمد لله. زين الحمد لله رب العالمين. ايش رايك في مباراة كاس العالم؟ والله حقيقة يعني هو ممكن يكون أحلى فاينل كأس عالم بالتاريخ، بسبب يعني أول شيء النتيجة، ميسي ومبابي، يعني كان نهائي مختلف بدولة يعني رائعة مثل قطر، أخواننا القطريين. زين. وش رايك في خليجي 25؟ والله بصراحة تنظيم رائع، واللي عجبني أكثر هو أداء المنتخب بالبطولة، وصلوا النهائي وإن شاء الله نكملها بالتوفيق لأخواننا العمانيين وللمنتخب العماني. من اللعيبة اللي عجبوك في منتخب العراق؟ والله يعني كتاريخ له حاليا. لا حاليا والله برغام عمو والحارس. زين. ولو رجعنا حق التاريخ والله عمو الكثير، يعني عدنان حمد، عدنان درجان، نشأت أكرم، يونس محمود، أحمد راضي، ناظم شاكر، يعني الكثير عمو. احنا حققنا بطولة الخليج 3 مرات بال79 ال84 وال88. هو بصراحة هذا كان جيل ذهبي صعدنا لكأس العالم، وأتمنى يعني يتكرر هذا الشيء. إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله أنت تكون الجيل الذهبي القادم لمنتخب العراق بإذن الله عمو. أتمنى هذا الجيل يعني يحقق شيء. أنت عندك طموح إنك تروح المنتخب؟ إيه طبعا، هذا حلم يعني. زين. وودك تكون في أي مركز معلش؟ أي مركز؟ والله أنا جناح أيسر. زين. إيه نعم. ومحاور ما شاء الله عليك. ها؟ ها؟ أنت بتلعب معنا بتقعد تزرق لنا الكورة. ها؟ خالد سلمان لعب مع أبوك. نعم. جمال بوهندي لعب مع أبوك. أنا أكلمك يعني كل واحد في منتخب بلاده. من قطر، من الإمارات. بالدوري القطري. ولعبوا بالدوري القطري. نعم صح. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله زين. طيب. والله كل شيء ما شاء الله عليك، على كلامك واسلوبك وطريقتك في الحديث
تذكرني بالمرحوم. شكراً. هو يتكلم ما شاء الله، يرحمه. الله يرحمه ويغفر له يا رب. أنت بالكلام هذا اللي قاعد تتكلم فيه عن الرياضة ومعرفتك والإلمام فيك، سواء كان بكأس العالم أو بكأس الخليج أو بنجوم وأساطير كرة القدم الموجودين في العراق، معناته أنت من الآن تبشر بموهبة طيبة جدا، بإذن الله. وخامته الخامة خامة المرحوم. يعني أنا قاعد أشوف فيك هذا الشيء. إن شاء الله إن شاء الله بالأخلاق إيه، وإن شاء الله يا رب نشوفك نجم إن شاء الله بإذن الله. وتخدم وطنك يبا وتصير نجم وتصير بعد أفضل من المرحوم إن شاء الله. بإذن الله. الله يوفقك إن شاء الله. شكرا. بس ليش ما ذكرت لي اسم نور صبري أبطال آسيا؟ ليش ما ذكرت نشأتك؟ قال لا ما سمعت. لا قال لأن الصوت ما تسمع. والله عمو يعني هي هواية أساطير، يعني ما استحضرتهم بالي يعني. ما استحضرتهم ولا بالكشخة نشأ ما عرفت الفترة ولا؟ لا قال والله قال. زين سالف وياه أنا باخذ وأعطي. اوكي بس قال أبدا أطول شوي. اوكي. ها بابا؟ أي نعم. زين الحين أنت تبي تصير مثل من؟ مثل يعني والله أريد أكون يعني أخدم بلدي. اي بس من بالرياضة. اللاعب العراقي اللي تبي تصير يعني مثله؟ مثل بابا أكيد أحمد راضي. اي بس ابوك راس حربه وانت تلعب جناح يبا. يعني هم يعني مراكز متقاربة يعني. يا سلام صحيح. يا سلام يا سلام الله يوفقك. واحد يخدم بلاده ها. أكيد طبعا. اي والله. أكيد. وش دراستك شلونك معاها؟ والله الحمد لله عمو كل شيء تمام. زين. وطبعا ابوك كان دائما يحب انه يشوفك في اعلى المراتب فانت اي لازم. طبعا واكيد الصلاه والصاني عليها والدين اهم شيء. طبعا الواحد يصلي، الواحد يعني يلتزم، وهلا في يمك. طبعا ما في نقاش. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. فهد علومك شلونك؟ بشرني عنك. والله الحمد لله الامور طيبه ان شاء الله. نورتوا البصره الله يخليك. والعراق كله منوره باهلها. وسهلا منوره بكم. باهلها والعراق منور باهلها. انت علومك بشرني عنك. والله الحمد لله. شلونك وين؟ بسم الله. بالبدايه نحب نشكر هاي الدعوه الله الجميله يسلمك. ونشكر الحضور جميعا على هاي المبادره الحلوه استدعيتونا وشكرا جزيلا لكم وفرحانين والله بشوفتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. زين وانت شو تسوي في الحياه الحين؟ والله الحمد لله. وين عايشين. وصلت؟ والله دا العب كره قدم والدرجه الثالثه زين. مع نادي الدفاع الجوي حاليا. في الدرجه الثالثه. الدرجه الثالثه نعم. زين. اي مركز انت؟ انا مدافع يسار. مدافع يسار. حلو. زين. واي مركز انتم في الدوري؟ احنا درجه ثالثه بعد ما بدا الدوري. لا الحين ما بدأ تصفيات. الدوري. انا قصدي ترتيب. تصفيات للحين. زين وعلومك في الحياه عموما تشتغل ما تشتغل؟ والله نعمه ان شاء الله اشتغل ها؟ وياه يعني حالا. شوي كذي وشوي كذي. إيه. ما عليه بس الدنيا صعبه. إيه. لكن مثل ما ابوك وصل ان شاء الله انت توصل. اكيد ان شاء الله. إيه. الحمد لله. زين واخبار الاهل؟ والله نعمه الحمد لله. انت وين ساكن؟ ببغداد. انت ساكن ببغداد واهلك في أربيل. إيه نعم. في اربيل. إيه نعم. زين وحضرت مباريات شفت مباريات؟ والله كلنا شفتهم بالتلفاز يعني. زين. ايه. وش رايك في البطوله؟ والله بطوله جميله يعني وتنظيم رائع. زين. وفرحنا يعني من شفنا هيك اجواء. صارنا سنوات عديده يعني مفتقدين هاي الروحيه وهاي الاجواء والحمد لله نقول عادت ان شاء الله من جديد. ترجع ان شاء الله. ان شاء الله. زين وش رايك المستوى الفني؟ ايش رايك منتخبكم؟ والله يبشر بخير ان شاء الله. إن شاء الله. السنوات القادمه. حلو. في اداء حلو من الشباب. اكيد ان شاء الله. ممتاز. من النجوم اللي تاثرت فيهم؟ النجوم اللي انت تحس يعني ان تبي تصير مثلهم؟ والله هم كلهم ابطال يعني بس اذا نختص في مصطفى ناظم يعني عجبني اداء هاي البطوله. زين. وبايش. حلو. صح. واغلبهم زينين يعني اغلبهم قدموا اداء جيد. مواليد كم؟ انا 95. 95. يعني لحقت على 2007 لما فازوا الشباب كاس اسيا؟ اكيد طبعا كنت صغير نقمز بالشارع. بس يعني كنت بس طلعت بالشارع؟ اي بالشارع طبعا. زين. اهم شيء انك طلعت بالشارع. اليوم فيصل جاب لي كتاب عن ابوه الله يرحمه. اي عمو علي كاظم اعطاني إياه. عمك علي كاظم اعطاك اياه. هذا قدامنا. السلام عليكم يا استاذ. يعطيك العافيه. والف شكر وتقدير لك على اهدانا هذا الكتاب والاعداد في نفس التوقيت. الله يخليك استاذ خالد رحيم الفكره فكره فيصل
فيصل خابرني قبل منتشر قال عمو شفت قصه تغريده للمشاهير، ليش ما نسوي كتاب على ابويا؟ وانا قالت المشاهير النجوم اللي نعوا احمد بيوم وفاته مثل استاذ مالك الخليفي. نعم. يعني ما له خصوص. اشكرك جزيل الشكر، تسلم. هذا الكتاب انت قريته؟ اي نعم. حلو ها؟ في تاريخ عن ابوك وفي اي طبعا اكيد اكيد. هاي اهم صورة، ها؟ اهم ما في الموضوع هاي الكتاب. هذا الكابتن القدير مع الله ما مات ان شاء الله. نعم خلاص ما يموت صحيح. هذا الكتاب طبعا يتكلم عن بشكل سريع عن الأسطورة العراقية والنجم الكبير أحمد راضي. اقرا كلمتي تلقى، اقرا كلمتي هي موجز الكتاب. انا قريت لك ما ان شاء الله يكمل مسيره ابوه بإذن الله يكمل هو قدها إن شاء الله. حلو. ان شاء الله. فيصل أنا شاكر لك أنك جيتنا. عفوا عفوا. والشكر شكرا على الدعوة. حبيبي، والشكر كذلك للسيدة الوالدة. اكيد طبعا. والله يحفظها إن شاء الله ويخليكم حق بعض. وألف شكر أنك قبلت دعوتنا. لا ألف شكر. هذا واجبنا. الله يسلمك الله يسلمك. مشكور فيصل وما قصرت، مشكور. عفوا. في شغله اليوم نور صبري مسويها من خاطره، والله ما يدري انك جاينا ولا يعرف انك بتجينا. هي طريقة الصدفة حقيقة. اي والله. يعني فالمهم راوا الناس. هو التيشيرت اللي لعب بمنتخب العراق بكأس العالم 86 اي نعم. واللي سجل به الكابتن احمد راضي الهدف الوحيد نفسه؟ للعراق في نفسه؟ كأس العالم. يعني هو يعني خلينا نقول تيشيرت تقريبي او بالضبط اي نفس. مثله، تدري بسبب الحقوق والشركات. أيوة. بس عموما الشركه الخاصه هي بروستور هي اللي سوت التيشيرت هذا الخاص. حتى كابتن ناظم شاكر هو ارتداه في بطوله كاس العالم نفس هذا التيشيرت اللي سجلوا به. طبعا هديه لاعضاء المجلس وهديه مع بابا. ما علي هكذا يبا حبيبي عشان ابوك كل شيء هون. روح حبيبي روح. مشيت ابوه. اتشكر منك عمو، اتشكر. خالد مشيت ابوه والله. بعدين ان شاء الله كابتن. تعال فيصل تعال. تعال يبا تعال. تعال. تستاهل تستاهل. زين. ها؟ تستاهل خلينا نشوف مع بعض. الله نفس التيشيرت يعني. اي نعم. إيه. ضد بلجيكا لعبنا في التيشيرت ضد بلجيكا. ايه. بال 86 كأس العالم هو يسموه كأس عالم مارادونا، بس يعني هو الكأس العالم الوحيد اللي العراق صعد به. اتمنى والله، واحدة من احلام بابا كانت انه العراق يصعد مرة ثانية لكأس العالم. اتمنى تصير بال 26 ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يعني سوينا لقاء من قبل مع بابا يونس محمود. اي نعم. عمو يونس، وقال ان من الطموحات ان توصلون ان شاء الله كاس العالم بال 26 باذن الله ان شاء الله. وهذا الجول اللي جابه على بلجيكا. اي بالدقيقة 57 اعتقد. اي اشرح لي، قول لي. والله يعني هو اول شيء الكنترول مال بابا كان حلو. إيه؟ والمسافة كانت حقيقة بعيدة يعني، صح. كان هدف حلو اكيد. ويعني هو كان هدف كأس العالم الهدف الأول، يعني كان يعني فخر أول شيء للوطن، بعدين فخر إحنا لنا إحنا كعائلة. وفخر لك وفخر لنا إحنا. طبعا أكيد. وإن شاء الله يلا يا كريم الله يبلغنا إن شاء الله ونشوفك تجيب جول بكأس العالم فيصل. بإذن الله. وأنت تستاهل. إن شاء الله. شنو تدرس الحين؟ تدرس في مدرسة خاصة، مدرسة حكومية؟ والله أدرس بالمونتيسوري بالأردن. مدرسة خاصة، مدرسة خاصة يعني. الله يوفقك الله يوفقك إن شاء الله. السؤال فيصل، توقعاتك مباراة بكرة؟ والله يعني المنتخبين قدموا أداء جيد بالبطولة. المنتخب العماني منتخب رائع، والمنتخب العراقي كذلك يعني نفس الشيء. بس بصراحة يعني ما عندي توقعات حاليا يعني. ما أدري بصراحة. أنا ما بك تتوقع، أبيك توجه كلمة حق اللعيبة. شو تقول حق اللعيبة؟ والله بصراحة يعني إحنا كعراقيين من زمان ما فرحانين البطولة يعني مثل كأس الخليج، فأتمنى يعني يحققوها ويفرحونا.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. للعلم ترى احنا موجودين بالبصره الحين صار لنا كم يوم؟ 17 يوم 18 يوم اي نعم من تاريخ 4 اي جيناكم. اي 4. تعرف من نروح مكان او نسولف مع ناس يجيبون طاري ابوك احمد راضي ويجيبون طاري ناظم شاكر ويجيبون طاري اللاعبين، لكن للحين شوف الواحد اللي يخدم بلاده. اي طبعا اكيد عمو، وبصراحه الشعب خفف علينا احنا كعائله. خالد مع ناظم الله يرحمه، والله عشنا فتره بطولة. هو عارف خالد هو اللي غير لي الفكره في الشعب العراقي. تعرف ايش بطوله كاس الخليج، وبعد ما يخلص العمل نطلع مع بعض ويطلعوا مجموعه. اول مره اخذ صوره عن الشعب العراقي مختلفه بسبب ناظم شاكر. جميع الطوائف حتى كنت تعرف في الاعلام والاخبار كيف كذا تروحوا مع بعض. وبعدين بديت يونس وبدينا المجموعه وجيت البصره خذينا الفكره الاخرى. ولا ابوك بدايه واكثر شعب لعلمك اذا شيء بطوله كاس الخليج ولا العرب الشعب العراقي اعلامي لاعب يجتمعوا مع بعض بعد ما يخلص اي برامج، وانا معاهم اكثر فترات رحت صراحه. ابوك الله يرحمه بيننا سوالف كثيره يرحم والديك وبيننا مخالقات ومشاكل داخل الهواء برنامج وبرا البرنامج الله يرحمه. هو يعزك كان همينه. مع بعض دائما حتى اتصالات كان الله يرحمه. الله يسكنهم الجنه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. والبركه فيكم ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. وزارتنا البركه فيصل. الله يبارك فيك عمو. وان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيني طولة العمر واجي ان شاء الله احضر لك مباراه وانت بالمنتخب باذن الله عمو باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. فيصل قواك الله. الله يسلمك. انا سعيد جدا اجيت اليوم. احنا السعداء. شكرا جزيلا. وسلم على الاهل. سلم على الاهل. اكيد. تفضل. انا هذا اول مره شفته كان صغير، شافني انهزم ركض. فيصل الله يرحم ابوك. الله يرحمه. ابوك رمز، وكنا نتمنى نصير مثل الوالد. كنا نتمنى نقعد يمه، كنا نتمنى نسولف وياه. شكرا. اذا كابتن ناظم الله يرحمهم ورحمته الواسعه يا رب. امين. انا احب اشكر هذا الانسان هذا علي. هذا الوحيد اللي وقف وقفه رجاله. كلنا قصرنا ويا اهل ابو هيا. هو الوحيد اللي وقف، هو الوحيد اللي بقى مستمر، هو الوحيد اللي بقى يطالب بحق احمد راضي. اذا عنده حق هو عنده حق احمد راضي لانه خدم العراق وقدم العراق كثير. هو الوحيد اللي بقى متواصل ويا اهله، متواصل حتى بصفحته. صفحه احمد راضي هو ينزل ويترحم له وينزل له صور وينزل له فيديوهات ويذكره. علي انت احسن من عندنا، انت رجال. الله يوفقك ان شاء الله. زين احنا اليوم بعد جايين ليش؟ ليش؟ نبي نهديك هديه. اي نعم. تقبلها منا؟ طبعا اكيد. تقبل هديتنا؟ اكيد. جزاكم الله خير. بس اذا سمحتوا نوقف. هذه هديه فهد ولد ناظم شاكر. فهد. طبعا هي شوفتكم هديه. الله يسلمك حبيبي. هديه احنا ننتمي لهذه المؤسسه. شرف. اللي ابوك كان معانا في يوم من الايام، ونفتخر ان احنا اليوم نكرمك وكاننا نكرم ناظم شاكر. لنا الفخر والله. الله يسلمك ويطول لي في عمرك حبيبي. تسلم. الف شكر لك وعلى جيتك. شكرا جزيلا. تسلم. شكرا. تسلم حبيبي. انت الحين صرت رجال ما شاء الله عليك. شكرا. فلازم بعد ان احنا نعطيك هديتك. لك هديتين. اي. زين. الهديه الاولى اللي هي هذا شعار قناه الكاس. شكرا عمو. شكرا. وانت تستاهل اكثر. شكرا لك. الله يسلمك. الهديه الثانيه اذا سمحت لنا بيعطيك اياها الكابتن الاسطوره مالتنا خالد سلمان. روح عند بابا خالد. خلها بالارض. خلها بالارض. تتوقع حيبي اي رقم هذه؟ خلها بالارض. 8 اكيد. شكرا. تعبنا. تستاهل. لا بالعكس ان شاء الله اشوفك كثير. لف المجلس لو سمحت. ايوه. بس يا رب تطلع مقاسك. ان شاء بيكبر بتصير قد ان شاء الله. هكذا. شباب اللي بيصور معنا صوره جماعيه بنصور معاهم صوره جماعيه.